هنا للمرة الثالثة تظهر للمرة الثالثة في الكوارتر فاينل. علاء هو من سيتقدم للهلال. علاء ركنها، علاء بلمسة اللاعب الكبير. الحصن من أجل العودة من جديد يضرب. لا، ماذا أضعت يا ولدي؟ أوه، حتى في ضربات البلنتي ثارة. في الركلة الثانية للهلال عبد الرحمن. يا سلام، فورما لأن الحصن بدأ كحصان الأسود. هل من عودة؟ هل من غلب طاولة؟ يا سلام، أي كرة تبدأ بهدوء الأعصاب. يتقدم للفريق الهلالي. ركلة ضاعت للفريق الحصناوي. هنا طارق يتقدم. يا سلام، عمر حاول معها. من عودة، هل من حصن يظهر لكي يسجل من جديد؟ محمد يتقدم. جولاتكو يا سلام، الحصن يا زين في أرضية الفريق الهلالي. عبد الرب علويلان في الركلة الرابعة لتأمين النتيجة الرابعة. يا سلام، هنا حسين سمير الرقم 18. من يريد أن يعود من بعيد؟ حسين ولا الشباك؟ يا سلام، على بعد الخطوة يا عادل والهلال إلى أين يطير يا طيري؟ الطيري إلى وين والهلال إلى وين؟ العلامة الخامسة من الرقم 10 من القوة العاشرة. عادل الطيري الهلال. عادل إلى وين؟ وعادل إلى وين؟ والهلال إلى وين؟ عادل إلى وين؟ إلى نصف النهائي، إلى السيمي فاينل، إلى مربع الكبار. الأربعة يكتملون، وبالضلع الرابع الفريق الهلالي يصل إلى المربع الذهبي كآخر الواصلين إلى دور الأربعة. والهلال ما أروع، لم يقدم المباراة المأمولة منا، ولكنه من علامة الترجيح وتقدم. المشاهدين الكرام أينما كنتم وكانت مواقعكم من هنا من دوري الوفاق الجنوبي الوطني من ملعب الفاروق، وآخر مباريات الكوارتر فاينل، المباراة المميزة التي اختتمت فعالياتها هنا في هذا المساء ما بين الهلال وما بين مجد الحصن، والتي انتهت على إيقاع هذه المباراة بفوز فريق الهلال بضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1. ومن المفارقات العجيبة في هذه البطولة أن المباريات الأربعة التي أقيمت فقط واحد من بين الأربعة الواصلين تأهل من غير ركلات الترجيح، ألا وهو نجوم الغعيطي. شاهدنا أيضا 4 أهداف في المباراة الأولى، و4 أهداف في المباراة الثانية، و4 أهداف في المباراة الثالثة، بينما فقط هي المباراة الوحيدة التي حظينا أيضا بأن تكون هنالك هدفين. مباراة كانت مميزة، وخاصة من المفارقات أيضا الجميلة أن آخر الومضات في كل مباراة تكون لها طابع خاص وبرؤية واضحة. أيضا نتمنى أن تكون الفرجة والمتعة مستمرة في دوري السيمي فاينل بعد الكوارتر المميز الذي كان حاضرا في هذا المساء. نتمنى أن يكون هنالك أيضا قمة من الإبداع. نتمنى لكل الفرق التوفيق والنجاح. شكرا للراعي الرسمي لهذا الدوري بالنسبة لمجموعة المحمل التجارية، وأيضا شكرا لكل اللجان التي نظمت وحظت بأن تنظم هذه البطولة. فكل الشكر للإعلاميين وكل الشكر للجان الفنية واللجان المنظمة في هذه البطولة. فأهلا وسهلا بالجميع.